السلام عليكم محبي ومتابعي أخيكم وليد عبيد الرشيدي، أهلا بكم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. اليوم هو من أسعد الأيام على قلبي. تكلمت معكم قبل سابق في فيديوهات وقلت لكم بأن في مشجرة تجمع كافة أبناء قبيلة بني رشيد في أنحاء الوطن العربي تحت الطبع والنشر. واليوم كما ترون المشجرة أمامكم جاهزة ومطبوعة ولله الحمد. الفضل يعود لله سبحانه وتعالى، ثم الشكر موصول إلى الأستاذ والشيخ والأديب جابر صالح المهيمزي الرشيدي. هو من كون هذه الشجرة وجمعها وطرحها لكم في مشجرة كاملة تجمع كافة أبناء قبيلة بني رشيد في أنحاء الوطن العربي. كما أقدم له جزيل الشكر على ثقته الكبيرة في بكوني أقدم لكم هذه المشجرة. الأستاذ جابر المهيمزي الرشيدي صاحب كتاب ومضة رحيل عبر الحجاز وأرض النيل. أنا تكلمت معكم عن الكتاب هذا فيما قبل. الكتاب أيضا موجود في مطبعة الحكمة في الرياض، وأيضا في منصة أبجد وإطبع، وكما له أيضا كتب كثير وعدة تحت النشر بإذن الله تعالى. الأستاذ جابر المهيمزي جمع لنا هذه الشجرة وطرحها لنا تحت أدلة وكتب عدة، منها كتاب الطرفية عين رشدان للأستاذ مفلح الجبر، وكما استدل أيضا بكتاب عبس جمرة العرب للدكتور عبد الله سعد العويمري الرشيدي. كما استدل أيضا بكتاب إضاءات للأستاذ سعد بن سليمان المهيمزي، وأيضا كتاب صور وإشعار للأستاذ ناصر ابن عياضة العجوني. كما استعان بخبرات شيوخ ورموز وأبناء قبيلة الرشايدة في أنحاء الوطن العربي حتى يكمل لكم هذه الشجرة بهذه الصورة التي ترونها، لكي تكون خارطة الطريق كما قلنا لأبناء قبيلة الرشايدة في المستقبل بعون الله تعالى. وأخيرا نترككم بعون الله تعالى مع الشجرة، بنعرضها لكم في فيديو، لا تنسون تعطونا رأيكم فيها، ونشكركم على حسن متابعتكم. أخيكم وليد عبيد الرشيدي، ودمتم بخير. يا سلم الوطن يا رفعة الراس، اسمعوا بالشدايد ما تهمون، جندينا الشهم لو كظل سلاح، يقل الربع قوم ولا تقعدون، حي الله التفاعل ما يهابون، بصولاتكم كحلتوا العيون، فرحة بكل وقت إلا تجيبون، يا سلم الوطن يا رفعة الراس، يا سلم الوطن يا رفعة الراس، صاعوا بالشدايد ما تهمون. يا سور الوطن يا في البلاد، يا غيرة ومراجل يا شهاد، اللي تحرر شوفك العين مسرة، لا تسم قلب تضره، انت مالك شريه، والغيرة والحيرة والشوق وتبريره، محزن من الناس ولا جاز لي غيره، والغيرة والحيرة والشوق وتبريره، محزن من الناس ولا جاز لي غيره، فاز قلبي بنظرة عيونه، ارتبشت وذبت بفنونه،